السلام عليكم مشاهدين قناه صحراء نيوز. في هذا الخبر العاجل اللي كيتناول الجواب ديال الديوان الملكي على المغالطات ديال البي جي دي. اذا فقد اصدرت مؤخرا الامانه العامه لحزب العداله والتنميه ضمانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤوله والمغالطات الخطيره فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكه المغربيه ودوله اسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها القضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد يؤكد الديوان الملكي على ما يلي: أولا، إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة، وموقف مبدئي ثابت للمملكة لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة. ثانيا، إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك نصره الله بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. ثالثا، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من أي كان ولا أي اعتبار، لا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة. رابعا، إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ومؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس الوقت عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020 والذي تم توقيعه أمام الملك. وقد تم حينها، كما يشير البلاغ الديوان الملكي، وقد تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به. إذن هذه هي النهاية ديال البلاغ الديوان الملكي. كما كتشوفوا بأنه جاء ليوضح مجموعة الأمور فيما يخص علاقة المملكة المغربية بدولة إسرائيل، وكذلك جاء كرد فعل عن اللهجة اللي جا بها البلاغ ديال البي جي دي. كما خليت لكم في سميتو في الفيديو، راه كاين نص البلاغ ديال البي جي دي اللي هاجم فيه على الوزير الخارجية السيد بوريطة، وعلى كذلك العلاقات ما بين المغرب وإسرائيل. كنتمنى من الفيديو ينال إعجابكم. شكرا لكم على المتابعة، وإلى فيديو قادم.